اسطنبول، تحذيرات شديدة جدا 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 لاحتمالية حدوث زلزال مدمر وشديد في اسطنبول في خلال الفترة القليلة القادمة. ده وفقا لشوية التحليلات الجيولوجية وتحليلات الأراضي والصدع اللي موجود في بحر مرمرة وخلافه، وتحذيرات الحكومة التركية نفسها. النهاردة أو امبارح وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي حذر من ان اسطنبول تحديدا معرضة لحدوث زلزال قوي جدا. الزلزال ده قد يؤدي في الدقائق الاولى بتاعته الى ان حوالي 600 الف مبنى ممكن يتهد. 600 الف مبنى يعني وفقا لاحصائيات الحكومة 2.5 مليون فرد عايشين فيهم. رقم كبير جدا 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 جدا. الحكومة بقى لها فترة ماشية في نهج معين كده، بالذات النهج ده تسارع بعد الزلزال اللي حصل في جنوب تركيا الفترة اللي فاتت أو السنة اللي فاتت، وكان آثاره التدميرية رهيبة جدا. ربنا يرحم اللي مات يا رب، اللهم آمين. والحكومة تكبدت مليارات الدولارات عشان تعيد ما أتلفه هذا الزلزال لحالته. اسطنبول الحكومة متبنية مشروع اسمه مشروع التحول الحضري. ليه التحول الحضري؟ لقوا ان في حوالي بعد ما يعني عملوا تصفية او عملوا تحليل ل 39 منطقة في اسطنبول، لقوا ان حوالي 1.5 مليون بيت غير مؤهل لان هو يقاوم الزلزال. بيت معرض للخطر الشديد جدا جدا جدا. وقد كان الناس طبعا القريبه مني وعارفه ان انا اولادي بيتعلموا في الجامعه هنا في اسطنبول، فقد كان ان البيت اللي احنا ساكنين فيه او انا مستاجر فيه شقه لاولادي هو من ضمن 1.5 مليون بيت اللي منتظر ان هم غير امنين او ان هم ما فيهمش معاملات السلامه والامان لا قدر الله لو حصل الزلزال المدمر. طيب التحول الحضري ده معناه ايه؟ معناه ان هو بياخد عينات من كل البيوت اللي هو شايف ان هي يعني غير امنه. البيت اللي موجود في ولادي يعني وفقا لما احنا بحثنا لقينا ان المنطقه دي او المجمع ده عباره عن 16 عماره. 16 عماره دول بنوا من حوالي 30 او 32 سنه. حالتهم الظاهريه ما شاء الله لا قوه الا بالله كويسه جدا، مش هنروح نرمي نفسنا في اي حاجه. بس للاسف لما اتاخد منهم عينات من المباني بتاعتهم وجدوا ان بالتحليل ان لا، المباني دي معرضه ان هي ما فيهاش معاملات الامان والسلامه، ان لا قدر الله حصل زلزال ممكن ان هي المباني دي يحصل فيها خسائر والعياذ بالله جسيمه يعني. فاصبح النهارده القرار النهائي ان المباني دي هيتم هدها. لما بتتهد خلاص انت بالنسبه لك كمستاجر يعني مالكش حقوق، انت بتنهي عقدك الاتفاقي مع المالك وبتبدا تدور على مكان تاني. انا النهارده هكلمكم عن مساله البحث عن المكان التاني، عن مساله ان اسطنبول فعلا فعلا فيها كم من المباني كبير جدا. انت لو مشيت في اماكن كتير في اسطنبول هتلاقي مباني هتتعجب ان المباني دي ازاي تتفق مع اسطنبول وجمالها ورونقها والى اخره. واسطنبول كمان بما ان هي يعني مبنيه على 7 تبات عاليه، فهي في حتت عاليه وحتت واطيه وبتاع ومباني صغيره وشوارع ضيقه جدا 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 زي الازقه. اسطنبول مش بس الظاهر يعني والبسفور والكلام ده، لا ده في اسطنبول. فالفكره احنا يعني بقالنا فتره في مرحله بحث عن سكن جديد. مسألة البحث عن سكن دلوقتي في اسطنبول هي عملية شاقة جدا 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 لأبعد الحدود لعدة أسباب. السبب الأولاني هو التضخم الكبير جدا اللي حاصل في اسطنبول. نسبة التضخم في اسطنبول تجاوزت 60 وال 65%. انخفاض كبير جدا في سعر العملة، يعني سعر الدولار مقابل الليرة دلوقتي بحوالي 33 ليرة أو حاجة زي كده. 2019 اوكي، يعني اول ما بدأنا نتعامل مع اسطنبول كان تقريبا لا يتجاوز ال7 ليرة. فطبعا انخفاض سعر العملة، التضخم الرهيب، ارتفاع الكبير جدا في اسعار كل شيء من السلع والخدمات. برضو هنقارن بين 2019 كان ممكن تركب الاتوبيس الداخلي ب 2 ليرة و30 قرش، دلوقتي ب 20 ليرة.
طبعا تقريبا حوالي 18 ضعف او حاجه زي كده. فبرضه رقم مش هين. وقيس على كده بقى كل حاجه في الاكل والشرب والميه والكهرباء والغاز، اللي هي اساسا الخدمات في اسطنبول اسعارها مرتفعه جدا. يعني فواتير الميه وفواتير الكهرباء وفواتير الغاز اسعارها مرتفعه جدا. الحكومه بتراعي طبعا ان هي عامله اوقات ذروه اسعار مرتفعه، واوقات الاستهلاكات اللي هي ذات الاسعار القليله، بحيث ان الناس برضو تقدر ان هي توازن استهلاكاتها. بس برضو الفواتير بتيجي مرتفعه، واصبحت مرتفعه اكتر مع التضخم الكبير، مع الغلاء اللي موجود في كل حاجه، مع الكساد برضو اللي موجود في الأسواق، مع انخفاض الرواج السياحي في اسطنبول عن الفترات اللي فاتت. وده على فكرة مردوده مش تركيا بس، مردوده كمان على مستوى العالم. يعني الغلاء على مستوى العالم بقى كبير. الدخول على مستوى العالم ما زادتش ازدياد رهيب يتناسب مع الغلاء اللي حاصل. فأصبح الناس ما عندهاش الفوائد اللي هي تسمح لها ان هي تروح وتسافر وتصرف وسياحة وخلافه الكلام ده كله. فبرضه ده نقطة لازم تؤخذ في الاعتبار يعني. المهم نرجع بقى لموضوعنا، هي مسألة البحث عن شغف. اسطنبول قسمين، هي القسم الأوروبي والقسم الآسيوي، بيفصل بينهم مضيق البوسفور. بتعدي طبعا عن طريق الكباري العليا أو في نفق موجود يعني قريب نوعا ما من منطقة فاتح وكده. اوكي، احنا موجودين في القسم الآسيوي. القسم الآسيوي برضو يعني هو بالأقدار يعني الإيجارات فيه أعلى نسبيا من القسم الأوروبي، وده له سبب إداري معين. إيه السبب الإداري؟ إن أجزاء كتيرة جدا في القسم الأوروبي وفقا لقرارات الحكومة محظور فيها إن يتعمل فيها إقامات جديدة للأجانب، أو الأجنبي ينقل من مكان لمكان على مكان محظور فيه فتح حاجة اسمها النفوس. النفوس دي زي التسجيل الإداري، إن أنت بتروح تسجل في السجل المدني يعني زي عندنا كده. فانت بتروح تسجل نفسك اول ما بتبقى عندك عنوان ثابت وبتفتح عليه المرافق، بتروح تسجل نفسك في الاماكن دي. فاماكن كتيره جدا في اسطنبول الاوروبيه مقفوله. فاصبح الوقت المتاح ايه؟ اسطنبول الاسيويه. اسطنبول الاسيويه فيها مثلا مكانين او ثلاثه بالكتير اللي مقفولين، وده مش عامل مشكله، بس مخلي ان المعروض للاجانب في اسطنبول الاسيويه الناس بتحط فيه اسعار عاليه، وده فكره العرض والطلب يعني. الفكرة دلوقتي ان احنا مضطرين ان احنا ننتقل من المكان اللي احنا موجودين فيه لمكان تاني باسعار مختلفة. فالبحث قائم اولا على السعر. انت بتدور على سعر يتناسب مع امكانياتك. التحول من المكان اللي انت فيه لمكان تاني، اوكي، عايز سعر لو زاد نسبيا ما يبقاش زايد قوي، يبقى برضو انت اتحركت في زيادة معقولة يعني. فهنا انت بتحدد الاختيارات اولا وفقا للسعر، ثانيا وفقا لمساحه المكان اللي انت محتاجه. انت كام فرد هيبقى موجود في المكان. هنا الشقق بتقاس، يقول لك 2 زائد 1، 3 زائد 1، حاجه كده. مش واحد، ده مش الحمام. 2 زائد 1 يعني غرفتين وصالون. 3 زائد 1 3 غرف وصالون. كان زمان عندنا في بيوتنا القديمه يقول لك اوضه الصالون او اوضه المسافرين. يعني انا اعتقد كل الكلام ده هو ارتباط ما بين الفكر التركي والمصري. مين اخد من مين مش قضيتي دلوقتي انما الفكره هي نفس الفكره. يعني اوضه المسافرين هنا اللي هي اوضه الصالون دي مهمه جدا هنا. يعني اوضه الصالون هنا ملهاش علاقه بالصاله والكلام ده، وما يبقاش في صاله، بس اوضه الصالون دي الاوضه اللي هي زي عندنا كده بنقول الليفنج، زي عندنا هنا بنقول مثلا اوضه الاستضافه، حاجه كده يعني. فهي بتقاس كده. فانت بتبدا تدور بقى 2 زائد 1، 3 زائد 1، 1 زائد 1. اوكي، طبعا اللي بعد كده لا، ده في حته تانية. الارقام اللي بعد كده ملناش دعوه بيها يعني. تمام. طيب السعر مع المساحه اللي انت عاوزها، هتضطر ان انت تبدا تروح في مناطق بعيده شويه جوه اسطنبول الاسيويه، بما ان انت بتدور في اسطنبول الاسيويه. فبتبدا تدور في مناطق ابعد نسبيا. الابعد نسبيا يعني مناطق جديده، يعني مناطق ممكن تكون اسعارها افضل شويه من المناطق اللي موجوده في وسط البلد، اللي هي قريبه من البوسفور، اللي قريبه من الاماكن المعروفه. فطبعا كده انت مكانيا بعدت، بس بدات تقرب من السعر اللي انت عايزه، بدات تقرب من المساحه اللي انت عايزها. وطبعا لازم هتتنازل عن اي شيء. اول حاجه تنازلت عنها ان انت رحت مكان بعيد. مكان بعيد او قريب في اسطنبول، الميزه في اسطنبول هو شبكه مواصلات قويه جدا مغطيه كل الاماكن.
ممكن تاخد في مواصلة مثلا ساعة ونص أو ساعتين عشان توصل من مكان بعيد للمكان اللي أنت عايزه في حتة قريبة، أو في حتة مثلا فيها شيء أنت بتنجزه، دراسة، جامعة، مدرسة، بتخلص إجراءات، الكلام ده كله. ولكن المواصلات شبكة قوية جدا، وفي نفس الوقت محددة المواعيد بشكل يعني قاسي. تظبط ساعتك على ميعاد الأتوبيس، تظبط ساعتك على ميعاد المترو. دي مميزة. مهلكة ومتعبة ومشاوير وأوقات وبتاع، بس الانضباط فيها على أعلى مستوى. في مشكلة تانية في المواصلات هيحسها بقى اللي هو اللي بيبقى عايش في اسطنبول أو بيجي اسطنبول، لو ركب مواصلات وتكون زحمة، فدي مش هنتكلم فيها. مش هنتكلم فيها. خلاص، انت كده رحت مكان بعيد، رحت مكان يتفق مع امكانياتك المادية، خدت مساحة اللي انت عايزها او اقل نسبيا شوية. تبدأ بقى تخش بقى في قصة مختلفة، ان هو انت عندك نوعين من الايجار او شخصين هتأجر منهم. يا اما هتأجر من المالك مباشرة، يا اما هتأجر من مكتب تسويق عقاري. من المالك مباشرة دي انت عافيت نفسك من قصة الكوميسيون او العمولة بتاعة المكتب التسويق العقاري، ودي بالنسبة لك بتبقى ميزة لان هي بتخفض لك تكلفتك. مكتب التسويق العقاري ميزته ان هو المعروض عنده بيبقى اكتر، بس الفكرة ان هو بياخد عمولة. العمولة دي في بعض المكاتب بتاخد شهر، قيمة شهر، وفي بعض المكاتب بتاخد 12% من اجمالي الايجار السنوي. ليه بتاخد 12%؟ عشان هو بياخد الشهر اللي هو عايزه، وعنده 20% ضرايب، فبيحملها لك انت كمستهلك او كمؤجر، وما بي كمستاجر عفوا، وما بيحملهاش لنفسه او بيحملها. وطبعا المستاجر ما اعرفش بيبقى علاقته بيه، المؤجر بيبقى علاقته بيه عامله ازاي. فده القسمين اللي انت بتأجر منهم. انا بالنسبه لي ببدأ ادور الاول على المالك عشان احاول ان انا اوفر في قصه ال الكوميسيون، بيبقى رقم برضو مش قليل. النقطه الثانيه هي نقطه الديبوزيت او نقطه التأمين اللي انت بتدفعه مع الايجار. الغالبيه العظمى المتعارف عليه اولا هو شهر. يعني الايجار بتاعك لو س ليره، فانت بتدفع س ليره ديبوزيت معاه. حاليا في بعض الناس بتغالي وبتطلب شهرين. تطلب شهرين ده على حسب بقى ما يعني ايه، ما الواحد لف وتقصى وسمع ومش عارف ايه والكلام ده. ده بسبب حاجتين. الحاجة الأولانية هي بعض المستأجرين بيسيئوا استخدام الوحدة اللي هم مستأجرينها. فطبعا المالك بيبقى ضامن ان هو لا قدر الله حصل تلفيات يبقى الامور محسوبة ومحسومة، ما يخشش بقى في جدال. تاني حاجة، بعض المشاكل اللي كانت حصلت من بعض الناس، ان هو مثلا بيأجر كعائلة مكونة من 3 أو 4 أفراد، المالك بعد كده بيفاجأ ان هو المكان بقى ممتلئ بالأفراد، ودي طبعا غالبا بتحصل من اللي غير أتراك يعني. فبرضو انت محتاج تدور على حاجة يكون الديبوزيت بتاعها او التأمين بتاعها هو شهر واحد فقط، عشان تتجنب قصة ان انت برضو تدفع قيمة كبيرة كديبوزيت بتسيبها لآخر العقد، وتخش بقى في نقاش وجدال. لا انت عندك الحيطة دي مش عارف عاملة ازاي، لا الطوبة دي مش عارف اتشالت، لا البلاطة دي حصل فيها ايه، لا الحوض ده مش عارف الحنفية دي بتفتح ما بتفتح كده يعني. فدي نقطة. بعد كده بتلاقي بعض الامور الغريبه. يعني انا يعني احكي لكم بعض المواقف اللي انا حصلت معانا، سواء احنا بنتصل تليفونيا قبل ما نروح نشوف الوحدات اللي احنا بنختار ما بينها، او سواء ما بنروح وبنقعد وبنتكلم وهو الى اخره. تمام. الحاجه ان هو ناس كتير جدا بيقول لك يابانجي يوك، يابانجي يوك يعني اجانب. لا مش عايزين اجانب يا سيدي الفاضل، احنا اسره وطلبه جامعيين وناس هاديين وناس كويسين. لا اجانب لا، اجانب لا. ده لان هو عارف ان الاجنبي الوضع الوقتي بتاع تجديد الاقامات، بالذات الاقامات السياحيه في اسطنبول غير مستقر. يعني الناس بعد ما كان بتاخد سنتين بقت بتاخد سنه، بقت بتاخد دلوقتي 6 شهور في التجديد. بقى في ناس كتير جدا بتاخد رفض، فهو مش عايز يتحط مع حد يبقى موجود وفجاه ما يلاقوش. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الاجنبي في الغالب ما عندوش دخل من هنا منتظم. لو شغال وعنده اذن عمل وبياخد راتب والكلام ده اوكي. لو هو غير كده وحب يشتغل باقامته السياحيه او باقامه الطالب، فهو كده معرض نفسه لخطر كبير جدا يهدد اقامته.
فبيبقى الشخص الأجنبي ده الدخل بتاعه من بره، فالمالك بيخشى عدم انتظام الدخل بتاعه وفروقات العملة، إن هو مبيبقاش قادر على السداد. زي ما قلنا إن هو الطالب اللي معاه إقامة طالب أو اللي معاه إقامة سياحية لو اشتغل واتمسك، دي إلغاء الإقامة، وغالبا بيبقى كمان في عملية ترحيل، لأن ده بيبقى أمر مخالف طبعا بشكل مش مقبول، والأمر ده عليه رقابة شديدة جدا 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 في تركيا حاليا. النقطة اللي بعد كده اللي احنا برضو قابلناها، ان في بعض الناس يقول لك انا عايز اجر المكان سنة او سنتين بس. طبعا والعقد بتاع الايجار اللي بيتعمل هنا في تركيا بيبقى عقد غير محدد المدة يعني، بس هو مدته القانونية كده جوه القانون بيبقى 10 سنين. لك الحق ان انت طالما منتظم في دفع الايجار، وطالما بتلتزم بالزيادة السنوية، الحكومة شهريا بتحدد نسبة الزيادة السنوية، اللي هو مثلا هيجدد في شهر 9. اوكي، فالحكومة في اول شهر 9 بتقول ان اللي هيجدد في شهر 9 ده الحد الاقصى للزيادة، عشان بس الناس فاهمة غلط، الحد الاقصى للزيادة السنوية بتاعته كذا. فهو بيتفاوض مع المالك في نسبة الزيادة. في بعض الملاك بتتمسك بالحد الاقصى اللي بتعلنه الحكومة، وفي بعض الناس بتبقى متعاونة وبتتعامل وفقا للسعر بتاع المنطقة بتاعها او حاجة وسط او الى اخره. فطالما انت راجل ملتزم بدفع الايجار، ملتزم بالزياده السنويه اللي بتحصل، او بالاتفاق الودي مع المالك، لان انت يعني توصل لكده، فانت بتبقى ماشي في ايجاراتك بشكل اوكي لطيف وكويس والدنيا سلسه. وطالما المالك ما عندوش الاسباب القانونيه اللي تخليه يطلعك من السكن، الاسباب القانونيه دي هي فقط بتتمثل في حاجتين: ان هو حاجته ان هو يبيع العقار لو هو عايز يبيع العقار، ولازم يكون عنده جديه في كده، ما يقدرش يخدعك قانونا، ما يقدرش يخدعك. اوكي، الحاجه التانيه ان هو يكون محتاج العقار بشكل يعني بشكل مؤكد. احتياجه للعقار ده بيبقى لسبب ان هو ما عندوش عقار تاني يسكن فيه، او ان هو عايز يستخدمه كمسكن لتزويج ابنه. غالبا ابنه، معرفش بنته ولا لا، بس هو يعني ابنه. المهم ان هو يكون الاغراض دي قانونيه وبتثبت في المحكمه بشكل قانوني، ما ينفعش يتلاعب. يعني هو لو طلعك على اساس ان هو هيبيع العقار وما باعوش، دي مشكله كبيره جدا بالنسبه له. فطالما الامور دي ماشيه، طالما عقد الايجار بيبقى ماشي، او ما بيتعرضش طبعا لزي حالتنا كده ان العماره لازم تتهد يعني خلاص فاضل حوالي شهر تقريبا والاخلاء لازم يتم تماما، والحكومه هتيجي وتقطع الكهرباء وتقطع الغاز وتقطع الميه وكل حاجه وبتاع، واللي مش هيطلع بالهدوء هيطلع بالقوه، يعني ما هيقعد في صحراء. فده طالما الامور ماشيه كده، خلاص عقد ايجارك ماشي. بعد 5 سنين من عقد الإيجار بتاعك، لو القيمة الإيجارية بتاعتك مش متفقة مع المنطقة بعد الزيادات الحكومية، مش متفقة مع السعر اللي موجود في المنطقة، المالك له الحق إن هو بالقانون يرفع الإيجار حتى لو أعلى من الحد الأقصى اللي بتحدده الحكومة للقيمة التقديرية اللي موجودة في المنطقة اللي فيها المسكن بتاعك. عقود الإيجار فيها حقوق كبيرة جدا للمالك، وفيها حقوق كبيرة جدا للمستأجر، بس هو الالتزام بيها هو أهم شيء. اوكي، وعدم التخوف من القانون. القانون يعني هنا ماشي بشكل كويس. هي بس يعني أي أجنبي في أي مكان كان، المفروض في أي مكان كان الأجنبي إن هو يحترم قوانين البلد اللي هو موجود فيها. وده نقطة كده ما بين قوسين مهمة جدا، سواء الأجنبي ده موجود هنا في تركيا، سواء الأجنبي ده موجود في مصر، سواء الأجنبي موجود في السعودية، سواء الأجنبي موجود في أي حتة، يحترم قوانين البلد اللي هو موجود فيها، ويراعي حقوق الناس اللي هو بيتعامل معاهم، ويراعي برضه حقوقه. اوكي، يعني عليه واجبات وله حقوق يراعيها ويحصل عليها. بس الفكرة ان هو يكون ملتزم بالقوانين والقواعد اللي موجودة في البلد اللي هو موجود فيها، زي البلد. وما هو احنا في بلدنا برضو لازم نكون ملتزمين بقواعدنا، واحنا عايشين وشغلنا وحياتنا وعربياتنا وكل حاجة موجودة في بلدنا بنلتزم بيها. بنجدد رخصة العربية، بنجدد رخصة القيادة، لو مأجرين شقة فاحنا ملتزمين بيها، فلو مأجرين محل ملتزمين بيه، شغلنا، السجل التجاري، وكل شيء لازم نكون ماشيين بشكل منضبط.
فالفكره بعض الناس يقول لك سنه او سنتين او كده، وطبعا العقد شريعه المتعاقدين، انت لو اتفقت على كده مش هينفع تخدع الراجل وتقول لا انا العقد بتاعي بيقول كذا. ما ينفعش، خلاص هو عنده ظروف عايز كده الشقه بعد سنه او سنتين لاحتياج معين، انت لو موافق تقعد او سنه او سنتين خلاص، يعني ده الفكره يعني. في حد يعني كان قمه اللطف وقمه الالتزام في الكلام. لما كلمته قال لي الشقة تحت أمرك وتعالى وأجر واقعد براحتك خالص، بس أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا المكان اللي إحنا فيه برضو داخل في موضوع التحول الحضري، والملاك رافعين القضية دي مش هتاخد أكتر من سنة أو سنتين بالكتير، وممكن يطلع قرار الإخلاء والهدم. فأنت لو هتيجي خلال الفترة بتاعت سنة أو سنتين ده احتياجك للمكان، أوكي. ده راجل اونست، لان في بعض الناس في بعض الاماكن، يعني مثلا المكان اللي احنا عايشين فيه بقول لكم فيه 16 عماره، في بعض السماسرة أو الوسطاء للأسف الشديد جدا أجروا شقق لبعض الناس قبل قرار النهائي بتاع الإخلاء ده أو الهدم ما يخرج. أجروا شقق لبعض الناس وهم عارفين إن في قرار الإخلاء هيطلع يعني. ده اللي أنا عرفته من إدارة المكان نفسه يعني. يعني للأسف الشديد جدا الناس قعدوا يعني شهر أو اتنين واتفاجئوا إن القرار نزل، فخلاص زيهم زينا زي أي مكان حد موجود هنا هيلتزم بالمكان، إن إحنا لازم نخلي ولازم نمشي والمكان هيتهد. ف... ففي لا في ناس كويسه وفي ناس والعياذ بالله، يعني ده في كل حاجه وفي كل مكان يعني. في حاجه كمان، الملاك او المؤجرين دلوقتي يعني ما اعرفش يعني بيهتموا بيها قوي يعني، رغم ان هي تعتبر غير قانونيه. اللي هو بيمضي معاك العقد وكل حاجه وبتاع، وبيعمل حاجه اسمها ورقه اخلاء. ورقه اخلاء ده ان انت موافق على ان انت تخلي المكان وبتبقى خاليه من اي بيانات. طبعا مساله التوقيع على ورقه خاليه من اي بيانات ده كلام مش يعني كلام المفروض ان يعني ما حدش يعمله. بس بيبقى فيها شكل من اشكال الارغام يعني والله كده اوكي، مش كده خلاص سيب المكان يعني ما تاخدش المكان، شوف لك مكان تاني. فورقه الاخلاء دي ناس كتير جدا بتطلبها للاسف، فيفضل ان هي تبقى مكتوب فيها بيانات لو انت هتمضيها يعني. يفضل ان هي وانت بتمضي تكتب التاريخ اللي انت بتمضي فيه. يعني هي ليها كذا تصور قانوني كده، ممكن ان هي يعني ما تبقاش فعالة قوي، بس في نفس الوقت برضو القانون هو اللي بيفعل. والامور لما بتوصل للجان فض المنازعات، لانهم عملوا مؤخرا لجان فض نزاع ما بين المالك والمستاجر، لان امور كتير جدا كانت وصلت للقضاء والمحاكم او كده. وبرضو العلاقة الكويسة ما بين المالك والمستأجر بتحل كل حاجة، بتحل كل حاجة. مفيش مستأجر هيقعد في مكان غصب عن عين المالك، يعني طالما هو ملتزم بالقانون. اوكي. يعني لو مستأجر ملتزم بالقانون وبدفع الإيجار زي ما قلنا من شوية إلى آخره، خلاص المالك ملوش عنده حاجة يعني. المالك لو عنده أسباب قانونية يطلعه خلاص. يعني الاسباب القانونيه متوفره يطلعه. لو اتاخر في دفع الايجار مثلا شهرين متتاليين او كده على حسب ما هو مكتوب في العقد، خلاص حقه. يعني ده له حقوق وده له حقوق وده عليه واجبات وده عليه واجبات هيأديها. لو ورقه اخلاء هترغم شيء، لان انت لو جبت محامي والكلام ده وبتاع هيثبت ان ورقه الاخلاء دي كالعدم، هي والعدم سواء زي ما بيقولوا يعني. تمام. حاجه مهمه تانية برضو، ان في بعض الملاك ما بيرضوش توثيق العقد، ما بيوافقوش بتوثيق العقد. هنا مكاتب التوثيق منتشرة في كل مكان اسمها نوتير، زي فكرة الشهر العقاري عندنا، بس دي مكاتب بتخش كده تحس ان انت يعني ايه جوه مكتب قطاع خاص شوية. ده بيعمل كل حاجة، بيوثق كل ورق في الدنيا، وبيطلع رخص العربيات وبيجدد ترخيص العربيات، وبيعمل البيع من مكان لمكان. يعني بص كل ما بتحلم بيه موجود في مكاتب النوتير ده. فمكتب النوتير ده الاجانب لازم بيوثقوا العقد في النوتير، لان هم بيحتاجوا هذا التوثيق عشان يقدروا يفتحوا المرافق بتاعتهم في الشقه، ويقدروا يسجلوا نفسهم في السجل المدني اللي هو بيسمى هنا النفوس. يعني دي بعض النقاط كده اللي قابلتنا في قصه الايجار. الامور قبل كده كانت ايسر من كده كتير، واسهل من كده كتير، وارخص من كده كتير، واوفر من كده كتير، اوفر توافرا يعني. كانت سهله يعني. بقالنا فترة قاعدين في المكان اللي احنا موجودين فيه، الأولاد موجودين فيه بشكل مستقر. دلوقتي الدنيا اتدربكت شوية، الغلاء برضو دربك الأحوال شوية، ارتفاع التضخم زي ما قلت لكم، انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار، الكلام ده كله
يعني بوظ الدنيا. فربنا ييسر على الناس كلها كل خير، وربنا ان شاء الله باذن الله كده ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجنا ويعلم ولادنا الخير ويرزقهم العلم النافع وينفع بعلمهم يا رب، اللهم امين. وباذن الله كده يوفقوا وينجحوا ويرجعوا بلدهم يعملوا كل حاجه حلوه هم ان شاء الله باذن الله بيتطلعوا اليها. واسالكم بس ان شاء الله كده تدعوا لنا كده ربنا ييسر لنا في قصه الايجار دي ان شاء الله، ربنا يوفقنا كده لمكان كويس بتكلفه كويسه بظروف كويسه تبقى مناسبه للاولاد، ويرزق كل الناس يا رب كل الخير، اللهم امين يا رب. اتمنى كده الفيديو ده يكون افادكم. لو في افاده لاي حد متعلق بنفس الموضوع ابعتوه له وانشروه له ويسمعه ويتفرج عليه وبتاع. عايزين تقطعوا منه حاجات كده المهمه براحتكم خالص، قناتكم واخوكم وتحت امركم، وربنا يكرمكم. ما تنسوناش من الدعاء، وربنا ان شاء الله كده يعمل لكم كل خير، ودايما دايما دايما دمتم سالمين. تحياتي.